السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. كنعتذر، تنبقى عليكم. كنعتذر، ولكن الصراحة مقديتش ندير البارح اللايف. غادي ندويو شوية على الماتش، ومازال إن شاء الله هذا وعد مني نديرو اللايف ونتكلمو فيه على المقابلة. وأكيد أنكم غتلاحظوا حتى من الصوت ديالي باقي ماشي هو هداك. فضلت بلا ما ندير اللايف البارح، أجلوه إن شاء الله نديروه مرة أخرى. فإذا رجعنا المقابلة، ما عرفتش هاد الملاحظات اللي لاحظت واش حتى نتوما لاحظتوهم ولا لا. أولا، البطء في الدفاع، كيبان أنه ما كاينش واحد التفاهم أولا في خط الدفاع، خصوصا ندوينا على خفيفي ومقدام. و90% بالنسبة للخفيفي، يعني كاين واحد البطء كبير. يعني راه بزاف الإخوان أكيد لاحظتوها. لحسن الحظ أن المهاجمين ديال السوالم كون كانوا مهاجمين متمرسين، كنا نقدروا نتلقاو واحد 2 أهداف ولا 3، يعني بكل سهولة. بهذا المعنى كاين مشكل ديال المكان ديال الزرهوني، أكيد كنا لاحظنا. بوزوق نجينا نتكلموا عليه، كنا ولا الأغلبية غادي يتفقوا أن بوزوق فين كيدخل كبديل كيعطي أفضل وحسن بكثير من أنه كيدخل كرسمي. صراحة فرص كبيرة وكثيرة كتزقل، علامة استفهام هذه بالنسبة للرجاء. هذا الكم الهائل ديال الأهداف اللي كيتزقلوا، عدم التركيز، زائد أنانية ديال اللاعبين. وغادي تسمحوا لي يعني بين قوسين، أنا شخصيا كنحمل على المدرب، وغادي نعطيكم واحد المقارنة بسيطة مع مروان الشماخ. الناس القدام أكيد تعقلوا عليه. فين كان في بوردو كان عنده المدرب لوران بلون وقيلة على ما كان عقل. وكان في واحد التصريح تكلم على الشماخ، قال لهم أنه لاعب أناني. الصحافة اللي كانت في ديك المقابلة استغربوا كيفاش مروان الشماخ أناني. فأحد الصحفيين كان عقل سولو، قال ليه زعما شي تفسير كتر، هادشي اللي تتقول نتا كيتناقض مع داكشي اللي كنشوفو حنا في التيران. قال لهم هو أناني مع نفسه، يعني كيجيو فرص ديال التسجيل وكيمنحهم لصحابو. انا تنتكلم معاه باغي هو يماركي، ولكن هو في التيران تيقدر انه يماركي، ولكن في بعض الاحيان ولا بنسبة كبيرة ديال المحاولات اللي كيجيو لسانحة التسجيل تعطيهم لصحابو. هادشي باش قصد انه لاعب اناني مع نفسه، يعني كيفضل يعطي لصحابو يماركيو وما كيماركيش هو. عفوا الاخوان، راه كما قلت لكم مازال مأثر علينا المرض، وسمحوا لي الا كان الصوت ماشي هو هذاك. يعني كنحاول ندوي بصوت عالي باش يتسمع في الفيديو مزيان، ولكن هادشي اللي عطا الله. هادشي ما كاينش في الرجاء. علاش ما كاينش في الرجاء؟ حيت الفرص اللي كيجيو، خصوصا ندويو على المقابل ديال السوالم، يعني واحد الاهداف يعني ضاعوا بشاعة. علاش ما كاينش التركيز؟ الوقت اللي خاصني سونطري كان باكي، وقت اللي خاصني باكي كان سونطري. وهنا كما قلت لكم، انا بالنسبه ليا هذه كنتحمل المسؤوليه ديالها المدرب. علاش؟ حيت في لونطريمون الطريقه كيفاش كتبنى الهجمه وكيفاش كتفينا، يعني
لا باز خاص المدرب اللي يعطيها لك. يعني انت وصلتي الكاري، تيبان لك صاحبك في بلاصة احسن منك، واقف ولا متمركز في واحد المكان اللي يقدر يسجل منه ولا تجي شي محاولة خطيرة، خاصك تعطيها لصاحبك. ماشي انت واقف قدامك 4 ولا 5 المدافعين تقدر تراوغ الاول شويه، كتولي تبغي تقلب الثاني تيحيدوا لك الكره ولا كضرب عليهم في رجليهم. هنا مشكل، حيت هادشي تعاود بزاف، هاد اللقطه تعاودات بزاف. زائد واحد القضيه ما عرفتش واش لاحظتوها كذلك ولا لا، هما الكرات الثابته. يمكن نقول انهم كيتلعبوا بواحد البشاعه، ماشي عدم التركيز، بشاعه بشاعه. راه حشومه دوك الكرات اللي يجيوك وخاصهم يكونوا تيشكلوا خطورة على الخصم، خصوصا دوك الكرات الثابتة اللي قريبين لخط المرمى، وكيتلعبوا بواحد الطريقة يعني راه ما يمكنش. يعني لا في الكورنر لا في لي فوت لاحظت انهم الكرة يلاه كتوصل للبرومي بوطو تحيداش اللعاب ديال السوان، يعني ما كتدخلش للكاري عند اللعابة، ما كتوصلهمش. ما عرفتش بوزوقنا، ما عرفتش شكون شي 2 محاولات وقيلا شي كوفرة وشي كورنين فاتت اللعاب، خرجات الجهة الأخرى، خرجات توش. يعني يا إما كيحطوها في برومي بوطو وكيحيدو اللعابة ديال السوالم، يا إما كيصيفطوها للتوش. هنا كاين مشكل. علاش في لونطريمون انا في نسالي نعزل واحد 2 لعاب ولا 3 مزيانين عندي في الفرقة، ديما يبقاو يترينيو على السونطراجات، لا في ضربات ثابتة ولا في لي كورنين. راه حشومة كيفاش كتلعبوا الراجة، كيفاش كتلعب الكورنيل ولا لي فوت اللي تيجيو وما كتعرفش تلعبهم. وشحال من فوت لا لاحظتو معايا كان السوالم يقدروا يطلعوا بها كونتر اتاك وتجي تماركا، والحسن الحظ انهم بزاف منهم تزقلوا. زائد النقطة ديال الوردي اكيد كل شي لاحظ انه السيد ناقص، ما جاش كما كنقولوا. بقى الوردي في مصر مازال ما جاش. ترينا مرة ولا 2 معاك انه كانت عنده عقوبة، من بعد كتعطيه فرصة في هذا الماتش، وعاوتاني تأكد انه لاعب عادي جدا وما يمكنش يعطي شي اضافة للراجا. علاش مازال كتدخلو؟ هذا هو السؤال. راه كاين بزاف د الاسئله للمدرب. كما قلت لكم حنا ما نبقاوش نهضروا على المدرب باش ما نبقاوش نقولوا ولا راه كتشوشوا بغيتوا المدرب يمشي وحنا بغينا مصلحه الراجا وبغينا اللي يجاوبنا على هاد الاسئله وهاد الاغلاط اللي مازال كيوقعوا في الفرقه، وهاد النقاط اللي نقدروا من بعد ندموا عليهم، هاد النقاط اللي كنضيعوا. فكاين واحد كنظن انه ماشي الوقت ديالها داك واحد 2 راك اكيد شفتوا الفيديو كانوا غادي يضاربوا مع الجمهور. ندخل في واحد النقاش ما بغيتش ندوي عليه في هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم الفيديو اكثر، وتنحس حتى كنهضر وصافي تنحس بحال السوفل مشى بحال كنت انا اللي لاعب. شكرا للناس اللي صيفطوا ومازال كيسولوا علينا، شكرا لكم بزاف. قلتوا لي الصراحه داكشي لي زوديو الهضره اللي قريت الصراحه هضره زوينه، شكرا لكم بزاف بالشفاء ليا ولجميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. والله
والله يحفظ الجميع، وردوا بالكم الاخوان، كاين واحد موجة ديال البرد، راه ماشي برد عادي، راه الا مشيت اشد فيك راه غادي تشد الفراش. الله يحفظه والله يحفظكم. ردوا البال الاخوان، الجو كيتقلب بزاف، ما تيقش، لا حكا كاين الشمس ولا. انا تقولبت واحد الان كما قلت لكم مازال مريض. ان شاء الله نتمنى في هاد يومين نحاول نقدر نديرو شي لايف نتكلموا فيه على ماتش ديال السوالم. وتنتمنى في هاد الفيديو كما قلت لكم كنهضر بزز، تنعتذر على الصوت كان ما مسموعش. كنتمنى انكم تخليو الرأي ديالكم في هادشي اللي قلت لكم، في هاد الملاحظات اللي دازوا في المقابل ديال السوالم. ما عرفتش واش ركزتوا فيهم مزيان ولا لا. فاش تكونوا تصنتوا في فيديو حاولوا تذكروا هاد اللقطات اللي قلت لكم، وخليوا لي الرأي ديالكم في الكومنتير. وشكرا لكم الاخوان.